النهارده هنتكلم عن التعديلات اللي عملتها الحكومة الكندية خاصة بنظام الإكسبرس انتري والوظائف الجديدة اللي اتضافت والوظائف اللي اتشالت. طب تعالوا ناخد لمحة سريعة كده عن إيه هو نظام الإكسبرس انتري، وكنا شرحناه في الفيديوهات اللي قبل كده، فلو أنت بقى من حبايبنا القدام والعتاولة اللي بيساندونا واللي واقفين معانا ومتابعينا ففكك من أول كام دقيقة. انما لو انت بقى جديد فيعني انا يشرفني ان انا اشرح لك بقى الموضوع كله، وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وفعل الجرس الجميل. نظام الاكسبرس انتري هو نظام هجرة لكندا معتمد على النقاط زي القرعه كده. عارف القرعه ان انت بتحط حاجه وتستنى حظك وبتاع، هو نفس الكلام. والكلام ده بيتحول لنقط، والنقط بتتحط، انت عندك نقط وانا عندي نقط وكل واحد عنده نقط في العالم كله. النقط دي بتبقى مبنيه على ايه؟ بيجمع نقطك دي بناء على سنك، تعليمك، خبره عملك، دراستك في كندا ولا دارس بره كندا، متجوز ولا لا، وكل القصه اللي انا بحكيها لك دي بتتحول لنقط، بالاضافه لاهم نقطه وهي خبره عملك في كندا. وعلى حسب عدد النقط اللي بتبقى عندك الحكومه بتقرر مين بتختار. يعني لو افترضنا مثلا ان الحكومه النهارده قالت ان احنا هناخد الناس اللي عدد نقطها 450 او 500 نقطه، وانت مثلا جايب 250 ولا 300 ولا 350، فانت مش هيتاخد كل ال 450 وابف اعلى. لكن لو انت اقل من كده مش هتبقى معانا في القرعه. وعشان كده الحكومه الكنديه عملت تعديلات وزودت فئات جديده عشان توسع شويه نظام الهجره وتحاول تدخل ناس جديده معانا في المجتمع. الفئات دي معتمده على الوظيفه اللي انت بتشتغلها. يعني لو وظيفه حضرتك موجوده في الفئه من الفئات دي يبقى سعادتك هتيجي هنا حضرتك وهتشرفنا في كندا. ايه الفئات بقى اللي كانت موجوده وايه اللي حصل وايه التعديلات؟ يلا بينا نشوفها. الفئات اللي كانوا موجودين كانوا 5 فئات: متحدثين اللغه الفرنسيه، الرعايه الصحيه من الهيلث كير، الستيم او العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات، زراعه، والاعمال الحرفيه. تعالوا بقى نشوف التعديلات الجديده اللي حصلت. اضافوا فئه جديده وهي فئه التعليم. يبقى كان عندنا 5، زودنا واحده جديده. ابوس ايديكم يا مدرسين تعالوا، عشان احنا هنا بنعاني من قرف كتير جدا في المدارس والمستوى المتدني للتعليم. عايزين مدرسينا بتوع الوطن العربي، الناس الجميله المحترمه الممتازه اللي اتعلمنا كلنا على ايديهم، وبسببهم احنا في كندا النهارده، وكندا قبلتنا عشان التعليم الممتاز سواء في المدارس اللي اتعلمنا فيها او في الجامعات الحكوميه اللي احنا دخلناها او حتى في الجامعات الخاصه حاليا. طيب الفكره ان احنا كل فتره كندا بتعمل تجديد واحلال، يعني يزودوا وظائف ويشيلوا وظائف، يزودوا فئات ويشيلوا فئات. اللي حصل ان هو مثلا الرعايه الصحيه اضاف 8 وظائف وشال 6 وظائف، في الستيم اضاف 6 وظائف وشال 10 وظائف، في الاعمال الحرفيه اضاف 19 وظيفه وشال 4 وظائف، في الزراعه للاسف ما اضافوش اي وظائف ولكن شالوا وظيفتين. هيجي واحد يقول لي ما تشرح لنا يا عم، احنا مش فاهمين ايه اللي اتضاف وايه اللي اتشال. يلا بينا. في الرعايه الصحيه مثلا زودوا فني الطب البيطري، فنيين امراض القلب، فنيين طب الاسنان، الصيادله وفنيين الصيادله، والعاملين في المجال بتاع الخدمه الاجتماعيه. كل ده ما كانش موجود قبل كده، لكن في المقابل مفيش حاجه بتيجي ببلاش. استبعدوا بعض المهن التانية زي مين؟ مدربين ذوي الاعاقه، اخصائيين علوم الحركه، المهن المساعده للخدمات الصحيه، ممارسي الطب الصيني. في الستيم فنيين شالوا فنيين وتقنيين الهندسه المدنيه، فنيين وتقنيين الهندسه الكهربائيه والالكترونيات، مهندسين الجيولوجيا، مهندسين الميكانيكا، ولكن للاسف تم ازاله كمان بعض المهن زي مهنتي وهي الهندسه المعماريه، وشويه تخصصات من مهندسين الكمبيوتر ومطورين البرمجيات وعلماء البيانات ومهندسين اللاندسكيب ومهندسين المعادن ومطوري الويب. واما في الاعمال الحرفيه اضافوا بقى شويه وظائف زي مين؟ عمال البلاط، عمال تشطيب الخرسانه، حفارين الابار، عملاء البناء، فنيين بتوع تركيب الغاز، الطباخين ما عندهمش طباخين، عمال الارضيات والمقاولين ومشرفين الحفر اللي بنقول عليهم في المواقع احنا السايت سوبرز. وفي الزراعه للاسف احنا قلنا ان هم شالوا مهنتين منهم: مقاولين الخدمه الزراعيه ومشرفين المزارع، وهي مهنه كان عليها طلب كبير جدا من الشرق الاوسط لان احنا اساتذه الزراعه. اما الفئه الجديده اللي اتضافت معانا وهي التعليم، ايوه بقى هفرحكم، زي مدربين ذوي الاعاقه، معلمين رياض الاطفال بتوع كيجي، معلمين الابتدائي والثانوي، ومساعدين المعلمين ومعلمي مراحل الطفوله المبكره. التعديلات دي كلها بتوضح ان الحكومه الكنديه مركزه في الفتره الجايه بشكل اساسي جدا جدا على قطاع الانشاءات والبناء وقطاع التعليم. وعشان كده لازم تفهم كويس قوي اللي بيحصل، والسبب ده ان كندا دلوقتي بتمر بواحده من اصعب الفترات السياسيه والاقتصاديه في تاريخها الحديث، من ازمات اسكان وارتفاع اسعار لحد ما الحكومه يعني جابت اخرها. طب انا هقول لكم، انا في المجال بتاعي في مجال الانشاءات احنا بنعاني. الشركات النهارده من كتر صعوبه الاوضاع الاقتصاديه احنا بنمشي من الشركات ناس كتيره جدا. يعني بكل بساطه انا اقدر اقول لك ان الشركات اللي بتاع المطورين العقاريين بيمشوا بال100 بني ادم النهارده. ليه اصحابي مهندسين مواقع مشوا، قفلوا المواقع، الشركات وهدت اللعب بسبب ان الاوضاع الاقتصاديه سيئه. عشان كده كندا قالت لا، خلونا نحرك الدنيا من اول وجديد وخلونا نبدا من اول وجديد
ونجيب ناس متميزة في أعمال البناء، ونبدأ نحرك السوق تاني من جديد. طيب، والنقطة التانية هي التعليم. التعليم فيه مأساة مأساة، أنا شرحتها في كذا فيديو قبل كده. لازم تيجوا كندا وتشوفوا التعليم البابليك بقى عامل ازاي. بقينا الطفل بيروح المدرسة بيرجع ما بياخدش حاجة، بيقعد يلعب لغاية ما بيوصلوا هاي سكول. قال لك نعمل اساينمنت خفيف هنا، نعمل حاجه لذيذه هنا، وهو دي القصه كلها. مفيش تعليم يا جماعه، بيعتمد التعليم كله على المدرس. المدرس بقى ده عايز يحط منهج محترم هيحط، التاني ما بيحطش ما بيحطوش. المنهج هنا في كندا مختلف عن اللي احنا اتربينا عليه في الوطن العربي. مش بس كده، ده كمان عندنا كمان ترامب اللي عمال يفرض بقى قيود اقتصاديه كتير على كندا في الفتره الحاليه، وده اللي بيخلي فرص الهجرة بقت أصعب من الأول. الخلاصة، لو وظيفتك من الوظائف اللي اتضافت، اشتغل بقى بشكل جنوني في الفترة الجاية عشان تلحق تقدم وتاخد اختيار وتحاول تنط على سكور من السكور. لو وظيفتك مش موجودة، يبقى هتحاول تمشي بقى في سكة هجرة المقاطعات، وكنا شرحناها في فيديوهات قبل كده، وتاخد سكة أبعد شوية. يعني بدل ما هتيجي بإكسبريس انتري على طول، لا، هتاخد هجرة مقاطعات وتروح لمقاطعة ترشحك وتقعد في المقاطعة دي مدة معينة، وبعدين تكمل في كندا. عامة على العموم، اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم، ولكن دي اخر تعديلات لسه واصله حالا طازه يوم 10 مارس 2025 للهجره الكنديه. قلت اقول لكم عليها واشرحها لكم، ويا رب تبقى مفيده للجميع. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتوا جداد، تعملوا لايك وشير سبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو الجاي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.